اليوم عرس الولد ان شاء الله ابو حماد. نعم الحمد لله الحمد لله. الاحفاد ان شاء الله تفرح. يا خليل الاحفاد ان شاء الله حسوني وكفار يجون احفاد حبيبي حسوني مبروك. بس اقول لك ما الاحظ ولا واحد هنا كلهم قلت لهم هناك بالقاع. يا حبيبي انت ابني انا خابرتك يعني انت تدري معزتك يا قلبي يا قلبي يا قلبي. لا حسوني يستاهل ما شاء الله عليه وانا متابع ترى قلت لك انا ارتباط يعني هو يحبها طبعا مناسب ابو حماد. كل قرايب لا غريبه هي تصير قرايب يا ابني ما يعني قرايب صارت عشان نزوج قرايب لو مو قرايب. لا ان شاء الله يعني حبيبي قول خايف السماء ضمان جد ولا العكس؟ هو صح مثل ابوك يعني ما لا هذا لا جد مرة انا اقول لك هي يحبها يموت عليها هو بس شنو اللي صار؟ هي اللي بيها فوجه هي الصبحية يعني قبل لا تخطبها هي هي وين؟ وين هي وينها؟ هي بالصالون والله تقرب عليها. لا هي انت قلت لي تروح للدكتور تضرب ابره؟ اي مهدئات؟ عمي؟ مهدئات؟ والله فرحان اليوم حبيبي انا تحوسني اليوم برضه ما علي لك انزل ايوه يحبها يموت عليها حسن انزل عبد الله العروس يا الله. يوم للاحفاد اسمع تستاهل يجي الفنان لك زافوف والمثلك يا عمي ما عليك الخوف خلي الناس تدري وخلي كلها تشوف خلي الناس تدري وخلي كلها تشوف خلي يشوفون السوانة ايوه اسمع تمثيلك اصيل يمر على كل دار اي والله تمثيلك اصيل يمر على كل دار يلم فرح العراق صغار ويا كبار يلم فرح العراق صغار ويا كبار هذا ابن النشامه وخوش عد اخبار امر بين الامور هذا البرنامج برعاية شركة أطلس لايت للكهربائيات. مو بس للضحك يا اخوت فرحتنا مو بس للضحك يا اخوت فرحتنا
نوصل صورة للي يفتهم غايتنا. عافية. نوصل صورة للي يفتهم غايتنا. وهاي اللمة لمة خير لمتنا. فاهم؟ خلي يفهم هاي يا معودين عندنا واحد قاعد بالسجن والطريق كله مسدود. الله ما يقبل قاعد عن طريق العالم وعند العالم ولا ضيع الرجال وقع. الله ما يقبل يا عمي. عمي ما صار وداره قاعد عن طريق العالم عمي. انتم محاسين على كيفك يا عمي. مش على كيفي استاذ مو انت فهمان استاذ. على راسي احنا على الرصيف. يا عرسي استاذ الشارع كله مقطوع استاذ. يا بتعال من الشارع. اطلع السيارة استاذ. مين يطلع استاذ؟ الله يعطيك الصحة والعافية. وين اروح استاذ؟ يا حبيبي ايه لحظة لحظة. وين اروح؟ ادري وين اروح؟ انت مخزيح. وين اروح عاد؟ شيل السيارات شيلوها. غسوا طريق العالم. هذا طريق مال العالم هذا. خلي يسوي طريق عمي سادين الطريق احنا. سادين الطريق احنا. اطلع برا الله. راح اروح لغير مكان. واطلع لغير طريق. عمي غير بس اعطينا مجال عمي اعطينا مجال اعطينا مجال. استاذ زهير شنو علاقته بالموضوع؟ عمي يا عمي هذا هسه ما يخالف. عمي هو عرس مالتك عمي. عرس مالتك عمي الله انت فضحتنا ترى. عمي فضحتك يا عمي. احنا دقيقة. فضحتك يا عمي. فضحتك يا عمي. يلا ماشي. عمي انا قلبي راح يوقف. كلنا من وراكم. من الله راح يوقف. شنو الموضوع؟ بابا جماعة السيارات خلي يفتحون الطريق. يفتحون الطريق. فتحون الطريق. بسرعة خلي بسرعة يقول لك عندي دقيقة جيب العروس روح جيب العروس. يقول هذا ده مريض روح سادين عليه الطريق هو احنا سادين عليه الطريق. لا ابو حماد احنا ما لنا علاقة به. يلا جيب العروس. لا هو روح جيب العروس. روح جيب العروس. يلا. برا اقول لك هذا سوى على انت مريضة. احنا مريض مرضين احنا يعني شلون نبتلي بيه احنا حمار نبتلي بيه. اليوم ولا هويت ولا مو قلت لك بيها فزه البنيه بيها فزه ما بيش بس ما له علاقه. عروسه شوي تديك عليها. هاي عروسه انت شوي تديك عليها. تعال خذها خذها ودوني بيها والله العظيم. هاك ابو حماد الزم وديها يلا بس لحظه خلي يمك بس نشوف المريضه.
انا ابتليت ابو حماده. هاي النتائج يا اخي انت تحكي يا أخي والله يحبها. الشاقه. يا اخي بلوه والله بلوه. شو اسوي؟ ما تقول انا شو اسوي؟ عبدت الشاقه تقول توقع ما شو اسوي؟ قلت له بابا لا تاخذها البنيه بيها فزه. بس هذا بيها شو فزه. ما ادري دخل يمك خليني اروح اشوف الموضوع. ابو حماده فدو. لا صدق ابو حماده الله يطيح حظك علي جمره. ابو حماده اخوي خليك هنا هسه اجيك. هاي صدق يحجون؟ وينهم ذول اللي يهوسون؟ حتى وقع ولا رمى صدق شنو متفقنا المعروف؟ شنو السالفه؟ من اللي ما طلقت انت؟ واقف يا مركز واقف كيف شايل المركز؟ حبيبي واقف حبيبي حتى وقعدنا بالبيت. شو يا المركز؟ وقعدنا بالبيت الله يخليك. يدري واقف حافظ يا حافظ يا بعرس انا يا اخوان ارمي طلقات شنو الموضوع؟ بابا انطوني اياه شنو ابويا عم ابويا منو رمى؟ انت شفت يا عيون بالسياره طبعا يا عيون وانت ترمينا. تعال منو شافني دارني المسدس وين المسدس وين؟ يا مسدس عمي هذا بيدك انت شو انت تشرب الشرطه؟ لا تصيح شو يسوي المركز؟ المستشفى راح يموت صدق لا تصيح عندنا يا ما ثاني شلون يا ما غير ترميه حماده ترميت طلقه. وترميه شنو حافظ؟ انا اسالك انت رميت؟ ما رميت. بعد شكو نروح المركز. انت ضمن عيوني يا عيون يا عيون شنو اللي اهدى على كيف الولد راح يجون ترى تصير كبيره تجي على المركز يجون حافظ شنو الورطه هاي؟ انت ورطت انا هسه تقول انت رميت؟ ما رميت يا لا ما رمي. عمي احنا ما رمي. المسدس من عندك هسه توين تريد تروح للمركز اروح وياك تحت وقف تعال. لا عوف شو تسوي تروح يوم؟ شو تسوي؟ على اساس تروح يوم من المركز؟ جاي اي شنو؟ يا ولد تعال وين تروح المركز؟ شو تسوي تروح المركز؟ تضربني اقول لكم شو يا حجي ابويا ضرب من يا ماتي كله طاف شنو وين احنا باكل وين؟ ادري. يلا تمشي تروح روح جيب الشرطه منو ضربه؟ انا من لقيت المسدس بيدي لك بابا طالع المسدس خلى من ذاك قال لك مش مدريني خلي بيدك المسدس انا ارمي بمسدس واحد رمى طالب حافظ شنو حافظ ما ادري انا قلت لي المرة مريضة بابا انا تعبان ايدك بابا انت اللي شو تريد شنو؟ العرس يا ابو العرس انا بالعريس انا بالعريس وين ابو حماده انت تروح وياهم للمركز وانا بنبازف في العروس شو اسوي؟ يا عروس يا معود ابو حماده اللي عاد شلون انا؟ يعني شلون اضرب الشاقة ابويا الضرب شنو الشاقة؟ ابويا الضرب انت ليش تسوي؟ ابويا الضرب وياهم للمركز المركز ما اروح اصير تجي الكائنات انقذ موقف تمشي وياي يا حافظ والعروس العب العروس يا عروس لا يا مريض ارجوك ابو حماده لا ارجوك ابو حماده حماده انت شو تريد؟ عمي ابونا مات الله النوبه موته ترمي طلقات انت تريد فصل؟ ها تريد فصل؟ يا ابونا دم بدم لا تشوف احنا بناخذ فصل عمي شو اول مره خرب ابويا انقتل انا لا حسين استاذ زهير زي حتى تعال استاذ زهير هذول يضربوا طلقات هذا مقلب عرس انا قلت لك لحظه انا قلت لك الشغله حافظ احكي لي شنو موضوعات شو يستوي؟ لا انا زهير انا اول شيء قلت لك ابني اريدك الزفه استاذ غير عمرك مريض لو مو مريض وجعنا تتخربط لك هي مو مريض وين هو؟ تعال عليك انا لا انا حسبت غير حساب
اكو هاي ماكو اللي يذب نفسه جوا سياره يدعي فصل ما فصل وشكله ابو فصول. الله لا غلطان. لا غلطان. طبعا اعزائي المشاهدين نحب نقول لابو حماده فناننا الكبير استاذ زهير محمد رشيد استاذنا ومعلمنا حقيقه. الله يخليك. هذا المسدس هو خله. والله انا اعرف المسدس ابو الخله. زين صح السلام عليك ان شاء الله. يا حبيبي. اليوم احنا نعالج قضيه مهمه جدا يا ابو حماده. هي ضد العيارات الناريه العشوائيه. احنا نرفض وانت اكيد 100% ترفض قضيه رمي العيارات الناريه سواء بعريس او فاتحه او مباراه كره القدم او مناسبه معينه. طبعا. يعني اكيد هاي القضيه اليوم اللي صارت شعبنا العراقي الطيب الواعي ينبذ هذه القضيه. تعال هاي المويه عم تقصدهم؟ لا ام العروسك ليه شاي؟ انت طبعا ممثله. ها؟ دير بالك عليها ابو كرار. هاي تجيبها بكل طبعا احنا صح احنا ننتقد هاي الحالات، السيارات بالشارع شو اسمه. بعدين انا ليش ما رحت؟ انا اروح للمركز، يعني اروح مو ما اروح، بس يعني خفت انه ذول الجماعه فصل وفلوس وما ادري شنو، وبعدين ادي ضرب طلقه هيك فوق الحجي مات هناك شلون؟ مقارنه هذا الدحيش راح الطلقه؟ هيك راح. لا هيك وين هو ابنه تعال. لا وين اللي قال لك الطريق مسدود؟ وينه؟ هسه احنا صرنا صيدله استاذ العزيز. الله يبارك فيك حبيبي انا اشكركم ابو كرار. انت شو تريد تقول يعني من خلال برنامج مقلب؟ انا اريد اقول ان شاء الله تنتهي هاي الشغلات السلبيه واحنا نتحابب وواحد يحب الثاني ونفرح. خلينا نفرح، يا ريت نفرح بس نفرح فرح من صدق. اي والله مو نفرح بهاي الطلقات ترى فعلا هواي ماتوا بالطلقات. يعني عريس وضرب. وانا سمعت انه اكو قرار طبعا مو لو اكو قرار ان شاء الله راح المعنيين في هذا الباب احنا الناس خلال برنامجنا يا ريت انه يتصلون ويقولون يابا هاي الماده القانونيه. واحنا اكيد شبكه الاعلام العراقيه والقائمين عليها ما راح يبخلون في اظهار هذه الماده القانونيه لمعاقبه رامي العيارات الناريه العشوائيه. ان شاء الله افراح دائمه افراح دائمه افراح دائمه افراح دائمه. يلا حبيبي وين الفلوس اللي طلعت زوير؟ يا شطر لا تقلطي يعني اعطي 100,000 انا مرشح نفسي للانتخابات. إذن أعزائي المشاهدين هدفنا الأول والأخير هو سعادتكم وزرع الابتسامة والموضوعية والأمن والأمان إن شاء الله في كل بيت عراقي. هذا ما يسمح فيه وقت البرنامج. نقول لكم إلى اللقاء غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم مقلب عرس. شو اسمه؟ شنو هذا؟ يلا مع السلامة.